بما اننا عملنا ريستوك لزيت الصعد ونزلناه تاني على الويب سايت بتاعنا، فهتلاقوه دلوقتي موجود. خلونا نجاوب على السؤال بتاع البنوته ديت. بتقولي يا مناتي، هو انا ينفع استخدم زيت الصعد لو انا سني 12 سنه او 13 سنه؟ اه طبعا مفيش مشكله، زيت الصعد مناسب عادي من اول 10 سنين كمان. بس اهم حاجه ايا كان سني ايه، مهم جدا ان انا اعرف اصلا زيت الصعد دوت معمول لايه واستخدمه ازاي، عشان ما اكونش بضيع قيمته وخلاص. مبدئيا كده زيت الصعد من الزيوت الطبيعيه الامنه جدا، مفيش اي مشكله منه لو انا استخدمته. وفي نفس الوقت هو مش بيمنع ظهور الشعر، لكن هو بيشتغل على حركه النشاط بتاعه البصيلات بتاعه الشعر. فبالتالي مع الاستمرار هيخلي مثلا الكثافه بتاعه الشعر تقل جامد جامد جدا. لو انا عندي مثلا الشعر بشكل شهري بيبدا اللي هو يظهر، فبيبدا اللي هو يتاخر شويه النمو بتاعه، ده اللي بيعمله زيت الصعد. طيب استخدمه ازاي؟ انا النهارده مثلا عملت شيفنج لمنطقه مثلا زي منطقه ايدي، فببدا بعد الشيفنج بشكل مباشر. طبعا زيت الصعد اللي موجود عندنا من براند ننوش بيجي بخاخ بالشكل ده. ببدا بشكل مباشر ان انا ابخ على المنطقه واعمل لها مساج بسيط. طب ده مره واحده؟ لا، لمده 5 ايام متتاليين. يعني النهارده وبكره 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 لمده 5 ايام، وبعد كده اوقفه لحد لما ابدا اعمل شيفنج مره تانية. وقتها بس انتوا هتستفادوا بفايده زيت الصعد.